الاستاذ جمعه السلام طبعا مهنيك على هذا ما تقدمه النادي. حبيبي شكرا. استاذ جمعه، في اوان الاخر ظهرت تشكيله المنتخب العراقي ونشاهد ضجه اعلاميه بصراحه في التواصل الاجتماعي، فما رايك في تشكيله المنتخب التي ظهرت في خليج 26؟ يعني شوف مرات هو طبعا تبقى القرار هو خير المدرب، يعني علينا الجميع ان يحترمه سواء فنيين او اعلاميين او حتى متابعين، لكن هناك يولد حاله من الاستغراب يعني بصراحه، يعني كاساس لحد الان يولد حاله كبيره من الاستغراب، يعني يا اما هو مدرب ما يحب الاستقرار او ما انه مدرب يبحث ما زال يبحث عن في مخيلته او في فكره تدريبيه عن اسماء ممكن ان تعزز افكاره التدريبيه، لكن يعني هناك بعض الاشياء في تشكيله المنتخب تثير الريبه يعني بصراحه، يعني على مستوى حراسه المرمى، على مستوى غياب بعض الاسماء المؤثره في الدوري المحلي، حتى الاسباب يعني لحد الان غير مقنعه، يعني في بعض الاسماء اللي تم ابعادها او لم يتم دعوتها، يعني الاسباب والمبررات من بعض ما سمعنا من سواء من اعضاء اتحاد كره القدم او من المعنيين هي اسباب غير منطقيه وغير مبرره، يعني غير واقعيه بصراحه. اتمنى ان تكون هذه الاسماء والتوليفه اللي استدعاها لبطوله الخليج هي حصرا من اختيار كاساس، اتمنى يعني واقع حال، اتمنى ان تكون هي حصرا من اختيار كاساس وليست هناك ضغوطات لا من سين ولا من صاد، حتى على الاقل بعد البطوله ممكن لا سمح الله حدث نتائج سلبيه او نتمنى نتائج ايجابيه، حتى ذاك الوقت يكون النقد يعني موجه بشكل حقيقي الى شخص المدرب لانه من يتحمل مسؤوليه. هل ترى بيتر جورجيس اضافه جديده في تشكيله المنتخب؟ جدا اضافه مهمه جدا، يعني بيتر جورجيس واحد من الاسماء الرائعه ويمكن لاعب يمتلك امكانات عاليه هائله، اضافته للمنتخب واحد من الاسماء المحترمه جدا. ماذا اصاب مهند ميمي مهاجم نادي الشرطه؟ هل اصبح ضغط الجماهير يؤثر عليه برايك؟ الاعلام والجماهير اثرت سلبا على اكثر من لاعب ومن ضمنهم ميمي. هل ترى محمد قاسم استبعد من عياده خفيه ام ترى انه في عقل المدرب انه لا اقتناع فيه؟ ابعاد محمد قاسم اسبابه غير منطقيه. شكرا لك استاذ. شكرا لك حبيبي.